السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي شرحات بلال سات في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. موضوع النهارده موضوع جميل وحل مشكلة عقيمة بتقابل ناس كتير سواء كان صنايع أو زبون. طبعا المشكلة ديت هنتعرف معاها على بعض دلوقتي. طبعا جهازنا النهارده جهاز سان بلس 1507G يحمل سيرفر فانيلا. طبعا الجهاز ده حصل فيه مشكله، والمشكله ان اللودر بيقبل معاه ولكن مش عايز الجهاز يفتح. جايلك النهارده بالحل السحري طبعا خاص، والشرح خاص بقناه بلال سات. ويلا فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه تنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الاستثمارات. جهازنا النهارده جهاز اكس مان 3 ساعات. الجهاز ده يا جماعه فلاشه 8 ميجا سان بلس 1507 يحمل سيرفر فانيلا. طبعا الجهاز ده يا جماعه ايه المشكله يا عم بلال؟ المشكله ان الجهاز ده طبعا خد سوفت غلط او نام او حصل فيه اي مشكله، ولكن بفضل من ربنا قدرنا نقومه بكل سهوله وكل بساطه ان شاء الله. طبعا هسيب لك اللودر والسوفت المدمج فيه ان شاء الله في تعليق مثبت ان شاء الله. وطبعا الشرح هيبقى مبسط لكل الناس، وعايزك تركز في الشرح عشان الجهاز ده بالذات اجهزه الفانيلا عامه صعب ان انت بتقدر تقومها عن طريق اللودر، ولكن بفضل من ربنا على قناه شرحات بلال سات بكل بساطه وكل سهوله نقدر نقوم جهازنا. وطبعا هنوصل الجهاز على الشاشه عشان خاطر نوري حضراتكم ان الجهاز فاصل خالص، وبعد كده هنخش على شرح على اللودر على الكمبيوتر، وبعد كده هنوريكم الجهاز بعد ما يشتغل ان شاء الله. طبعا بعد ما وصلنا الجهاز وصلنا الكهرباء كل حاجه، طبعا الجهاز معانا فاصل فهنوصل وصل التحديث. وطبعا هسيب لك شرح طريقه عمل وصل التحديث بكل سهوله في صندوق الوصف، وطبعا بطريقه سهله جدا. ودلوقتي هنخش بقى على الكمبيوتر عشان نوريكم ازاي تحمل السوفت بكل سهوله، وايه الثغره البسيطه اللي هنقدر نحمل بيها والجهاز يقبل السوفت بكل سهوله خالص. وده فقط على قناه بلال سات. ما كنتش عملت اعجاب للفيديو اعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد. ويلا بينا نخش على الكمبيوتر. ورجعنا لكم تاني بعد ما حضراتكم شفتوا الجهاز خد السوفت تمام، وطبعا طلع لنا رساله كومبليت على الكمبيوتر. وبعد يا جماعه ما الجهاز بياخد السوفت طبعا بيفتح معانا اوتوماتيك، وزي ما حضراتكم هتشوفوا على الشاشه دلوقتي هنجيب معانا العصايه السحريه وهتشوفوا على الشاشه دلوقتي بعد ما الجهاز خلص معانا السوفت تمام. وهتشوف الجهاز، وزي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي الجهاز الحمد لله بفضل من ربنا. طبعا الجهاز هيشتغل معانا دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا الجهاز فتح معانا تمام والف مبروك والحمد لله على السلامه. نقرب بقى الفيديو عشان نقرب الكاميرا عشان خاطر نتابع مع بعض الشرح. طبعا واحد يقول لي يعني كده الجهاز تمام يا باشا 100 وطبعا ادى السوفت اهوت وادى السوفت بعد ما الجهاز حمل. وطبعا انتوا عارفين ان انا ما بسيبش حاجه كده، واقول لكم على حاجه دلوقتي ومفاجاه في السوفت ده. بما ان الجهاز كان نايم ادينا له حاجه جميله برده تمام. طبعا هنخش على الاصدار عشان اعرفكم ايه الجهاز ده وايه المشكله اللي كانت في الجهاز ديت. طبعا لو دخلنا على كلمه اصدار، وزي ما حضراتكم شايفين جهازنا النهارده زي ما قلت لحضراتكم HSB07G 1S8 شرطه كده. طبعا جهازنا كان سان بلس 1507G فانيلا، وطبعا الحمد لله قدرنا نقومه بكل سهوله وبكل اريحيه خالص وبشرح مبسط. لو ما كنتش عملت اعجاب للفيديو اعمل اعجاب للفيديو، اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد على قناه بلال سات. وهنرجع بقى بالكاميرا عشان خاطر اقول لكم على حاجه، وكده يبقى انا وصلت الحمد لله لنهايه مشكلتنا النهارده، وهي كانت مشكله ان الجهاز خد ملف او سوفت غلط. وبفضل من ربنا ناس كتير حاولت ان انت تديله باللودر ما قبلش، ولكن كان في ثغره بفضل من ربنا على قناه بلال سات بس قدرنا زي ما حضراتكم شايفين الجهاز كان فاصل واشتغل معانا تمام. وبكده انا وصلت لنهايه الجزء الاول. ايه هو الجزء الثاني؟ الجزء الثاني ده حاجه مني لك، وانت عارف ان انا مفيش سوفت كده بيعدي. وطبعا المفاجاه في السوفت ده والجزء الثاني هنلاقيه على المدونه زي ما حضراتكم عارفين. وطبعا لو ما كنتش عملت اعجاب للفيديو اعمل اعجاب للفيديو، اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس
والجزء الثاني هيبقى مفاجاه وطبعا بدون ذكر اي حاجه. لو دخلت على المدونه الرابط اللي هسيبه لك ان شاء الله في تعليق مثبت تحت الشرح او في صندوق الوصف هتلاقي المفاجاه وهتدعي لي كده. يبقى انا وصلت لنهايه موضوعنا النهارده، يا رب تكونوا استمتعتم واستفدتم، وانتظرونا ان شاء الله في فيديو شرح قادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي شرحاء بلاد في كل مكان.